الرئاسة لما حصل التنافس بين الرئيس السيسي وبين الأستاذ حمدين صباحي، اخترت أنت بتقول حمدين صباحي لأنه كنت أتمنى أنه يصبح حكما مدنيا بقى. يعني مع انحيازي ناصري وناصر من الجيش، إنما أنا كنت أتمنى أن يصبح الحكم حكم مدني وأن تصبح دولة مدنية حقيقية، وهو لم يتحقق حتى الآن. حتى الآن يعني انت شايف انه يعني اولا طيب نموذج الفريق اول عبد الفتاح السيسي او المشير السيسي وقتها يعني كان نموذجا الناس تتعامل معه على انه يعني ليس قائدا عسكريا فقط، ولكن ربما نموذج بطولة، على اعتبار انه بيان 3/7 او موقف 3/7 اللي انحاز فيه الجيش للإرادة الشعبية، ولولا هذا الانحياز ربما اشتعلت الحرب الآلية في مصر. أنا بقول لك كان أمل، وكان أملي أنا واحد من الناس تحديدا. أنا المؤسسة العسكرية هي الوحيدة القادرة، وأنا يعني دلوقتي أنا عندي أشياء خاصة جدا بيا كإنسان وكإنسان مصري. أنا كنت أتمنى أن يكون الحكم مدنيا وأن يكون حمدين صباحي، لأني أعرف الرجل وأعرف توجهاته وأعرف قيمته جيدا، انما لم اضغط على احد على الاطلاق ان ينتخب حمدين صباحي.